ما خصناش نخافوا من اللي جاي ولا داكشي اللي كيتسنانا، لان ربي باغينا نجربوا باش نكبروا المناعه ديالنا وباش نفهموا ان كلام والدينا هو اللي صح 100%. ملي قالوا لينا تفائلوا راه ماشي كيعني اننا خصنا نهربوا من الواقع، ولكن خصنا نتألموا باش نتعلموا وباش نفهموا في الاخر ان لو اجتمعت الانس والجن على ان يضروننا بشيء لم يضروننا الا بشيء قد قدره الله علينا، ولاننا كنتعاملوا مع ناس ارتفع الذكاء ديالهم ولكن تناقصت مشاعرهم. جينا محاربين ولله الحمد، ملي وصلنا نصف النهائي عن جدارة واستحقاق، ونجحنا في تمرير الرسائل الدينية والأخلاقية للعالم أجمع، وهذا هو الفوز الحقيقي. فلا غادي تحلل غادي تحماق، غياب أمير قطر ولاده اللي كانوا كيشجعونا في كل المباريات راهم غابوا. أمير قطر راه في الأول والأخير ما عنده حتى شي حيلة، هو فقط أمير البلاد والمنظم، ولكن المتحكم في كل شيء راه هي الفيفا، وغيابه دليل على علمه بكل ما يدور في الخفاء. وغضب رئيس الفيفا من فوز المغرب على البرتغال هذا راه ماشي عادي، وحرمان المغرب من ضربتي الجزاء وبوفال اللي خطا انذار بطاقة صفراء بدون سبب. الحكم اللي كان معروف بالنزاهة تغير 180 درجة. حضور ماكرون هو دليل على أنه متأكد من الفوز. وفي الأخير كاين فرق ما بين لاعبين عندهم جنسيات انضموا إلى وطنهم الأم، ولاعبين قدموا الربح ولكن نسوا أصلا.